ومنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى على العبد أن يدرك هذا الشهر المبارك الذي تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات وترفع فيه الدرجات، ويجعله الله سبحانه وتعالى ميدانا عظيما للتنافس بين المؤمنين في مجال الباقيات الصالحات، وشهرا تتنزل فيه الرحمات والبركات والكرامات. ولذلك من حرم خير هذا الشهر فهو المحروم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، سبحان الله، ولم يبين وجه البركة ليعم كل أنواع البركات، سبحان الله، يعني في الدين والدنيا وعلى مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة. شهر مبارك، وانظر من بركته أيضا، ذكر أمثلة منها: فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتصفد فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، سبحان الله. وفي حديث أنس عنه عليه الصلاة والسلام: وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بهذا الشهر ليبين لهم فضل هذا الشهر، وليبعث هممهم ويشحذ عزائمهم ويهيئ نفوسهم لاستقبال هذا الشهر بما يليق به، وأن يروا الله سبحانه وتعالى فيه من أنفسهم خيرا، وأن يستثمروا هذا الشهر المبارك الذي هو أفضل أشهر العام على الإطلاق. والإنسان لا يدري إذا أدرك هذا الشهر هل يكمله أم لا، وإذا أكمله لا يدري هل يدركه في سنوات قادمة أم لا. ولهذا لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: إذا صليت فصل صلاة مودع. الله أكبر يا أخي، فعلا لا تدري، ربما يعني في أثناء صلاتك أو بعيد الصلاة تقبض روحك، صحيح. أو تخرج من المسجد فلا تصل إلى بيتك إلا محمولا على نعش الموتى. وهكذا يا أخي، هذا تخيل بين الصلوات الخمس والفرق بين الصلاة والصلاة يعني ساعتين أو